السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما كده يا رب. النهارده حبايب قلب هعمل معاكم ميزانية تكفي 5 افراد، اكلات كده متنوعة طول الاسبوع، بدون اي تكاليف وبدون حرمان. تابعوني يا حبايب لاخر الفيديو هتستفيدوا كتير. هنسمي الله كده وندخل على الفيديو بتاعنا، وقبل ما ندخل على الفيديو نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. احنا معانا يا حبايب قلبي سمك، معانا كيلو سمك سرفدي اهو، ومعانا سردينة نص كيلو، ومعانا رز، ومعانا سلطة. طبعا يا حبايب قلبي السمك ده انا جايبة الكيلو السمك السرفدي ده سمك بحر ب60 جنيه، وجايبة سردينة بنص كيلو ب15، يبقى كده 75، وكيلو رز يبقى كده 90 يا حبايب قلبي. فالوجبة النهاردة دي عاملة 90 جنيه. طبعا حاجة السلطة موجودة، أنا جايبة طماطم ب10، وجايبة بطاطس ب10، وجايبة خيار ب5. حاجات السلطة يا حبايبي موجودة. فطبعا الوجبة اللي فاتت ب90 جنيه. وعملنا طبعا لتاني يوم ضيعناه، عملنا بيض مسلوق وعملنا بطاطس وطبق فول يا حبايبي. والحاجات دي انا شارية البيض ده ب15. وطبعا احنا جايبين البطاطس وجايبين الطماطم والحاجات السلطة اللي احنا عاملينها دي. وكان عندي شوية عسل حطيتهم، انا ما اشتريتش العسل، هو يعني مش محسوب في الميزانية. وشوية مخلل وحتة جبنة، احنا جايبين علبة جبنة ب22. واللهم صل على سيدنا محمد. والخيار جايبين ب5 خيار بس، طبعا سايبينه للسلطة وقطعنا منه شوية. وهي دي الوجبة بتاعت تاني يوم يا حبايبي. الوجبة دي مش مكلفة خالص. احنا كنا جايبين البطاطس وكنا جايبين الفول ودمسينه، وطبعا جايبين علبة الجبنة. فطبعا اللي اشتريته البيض بس ب15 جنيه. وعملنا يا حبايب قلبي بطاطس، طبعا انتوا عارفين احنا شاريين البطاطس وحاسبينها في الميزانية. عملنا دول 5 وراك، دول 4 وراك ونص. فطبعا احنا هنقطعهم الورك 2، وهنكفي ال5 افراد اللي موجودين يا حبايبي. وكان فاضل عندي شوية محشي في الفريزر من بقاله كام يوم سخنته. وطبعا جبنا كيلو رز، الكيلو الرز ده ب15. فالوراك ده الكيلو ونص ب60، ورز ب15 ب75 جنيه. طبعا والبطاطس والطماطم محسوبين من تبع الميزانية. وانا يا حبايبي عندي زيت وسمنة من الاسبوع اللي فات، فلو هتجيبي زيت وسمنة هتضيفي حسابهم. انا طبعا عندي موجودين، انا بحسب لكم الحاجات اللي انا جبتها. فالبطاطس الصينية دي كلها متكلفة بالفراخ اللي فيها 60 جنيه. طبعا البطاطس موجودة والطماطم موجودة، واحنا جايبين طول الأسبوع ب10 بطاطس وب10 طماطم. وضيعنا اليوم اللي بعده يا حبايب قلبي. جبت نص كيلو عدس ب15 جنيه، مفيش غيره. وعملت أحلى طبق شوربة عدس يستاهل بقكم. ما شاء الله حبايب قلبي، ميزانية موفرة جدا وبإمكانيات بسيطة. فإحنا يعني خشوا معايا كده وشوفوا الفيديو يمكن تستفيدوا منه. عملنا الاكل كله وما حرمناش ولادنا من اي حاجة، فما شاء الله. واليوم اللي بعده اللحمة يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، لحمة مفرومة. عملت كفتة النص كيلو اهو، عملت بيه كفتة، زودته بشوية بقسماط وبصلتين حلوين كده، وعملتهم على بعض. ما شاء الله عمل احسن طبق كفتة واكبر طبق كفتة يكفي 5 افراد وستة كمان. وعملت جنبه طبق سلطة، ومشيت اليوم بتاعنا يا حبايب قلبي بالكفتة الجميلة دي. يا رب كده تعجبكم، وطريقة الميزانية بتاعتي تعجبكم. وطبعا اليوم اللي بعده احنا اكلنا يومين سمك في الاسبوع حبايبي. جبت كيلو سمك سرفدية ب50 جنيه، 5 سمكات. ورز ما شاء الله كيلو، يبقى كده 65. طبعا احنا عندنا طماطم، واللي عندنا حاجة السلطة من اللي حسبناهم، والبطاطس والخيار. وجبنا ب5 جنيه جرجير، وكفينا اليوم بتاعنا يا حبايب قلبي. وعدى علينا كده. يا رب كده الميزانية بتاعت البسيطة دي تعجبكم وتنول اعجابكم. يبقى يوم يا حبايبي مشيناه ب90، ويوم ب15، ويوم مشيناه ب65، ويوم مشيناه اللهم صل على سيدنا محمد ب15، ويوم مشيناه جبنا الكفتة ب50 جنيه. وماشي الحال يا حبايب قلبي. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. وطبعا يا حبايب قلبي قبل ما نعمل يعني نبدأ الميزانية بتاعتنا، دمسنا شوية الفول الحلوين دول ما شاء الله، وعملناهم وسبناهم طول الأسبوع بناخد منهم. وفي اليوم الأخير اللي أنا ما صورتهوش يا حبايبي أكلنا فيه فول وجبنة وبطاطس وبيض
وضيعنا اليوم بتاعنا، يومين في الاسبوع ضيعناهم بالاكل الجميل ده. ما شاء الله والله يا حبايبي مش مكلف خالص. انا عندي الفول اهو، وعندي الجبنة وعندي البطاطس، وضيعنا اليوم بتاعنا وعدى الاسبوع ما شاء الله. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم، والمنيو بتاعي يكون بسيط كده وتستفيدوا منه كتير. يعني سفرة كاملة متكاملة 7 أيام في الأسبوع بأقل تكاليف. حسبتهم معاكم يا حبايبي 375. ما شاء الله، يعني ممكن تزيد عندكم 10 20 أو تنقص حسب الأسعار. بس ما شاء الله الواحد والله طول الأسبوع يعني كل واتبسط وما اتحرمش من أي حاجة. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو بتاعي الجميل. ولو عايزين طريقة الفول خشوا كده على القناة، هتلاقوني عاملاها على القناة، هتستفيدوا منها والله يا حبايبي، موفرة جدا. هتعملوا الفول في البيت نضيف احسن ما تشتريه من بره بكتير. ويلا يا حبايب قلبي حطوا اللايك، واللي ما حطش اللايك ينزل بسرعة يحطه، واشتركوا كده في القناة وشجعوني وادعموني عشان قناتي دي تكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.